فتح مطعم جديد بكربلاء، والافتتاح كان على طريقة أهلنا القديمة، يسوون محاضرة دينية بيوم الافتتاح. تراث المندي بعد ما كان بالنجف صار بكربلاء بصالات كبيرة واسعة وتخبل ونظيفة، لأن طعمهم طيب ونجحوا بالنجف. من النجف إلى كربلاء وصل الطريق وصل الطريق. أبو مشعل جيب اللحم بالحفرة وابشر. تفضل شيفنا الغالي. اللهم صل على محمد. بالعزم. انتوا بتعملوا ايه؟ سكنونه. انت اللي مقوعنا. هذا مو غريب عليه، هذا جزء من حياتنا صار المندي. هذا السبب دمارنا. وهذا الدجاج المندي. ما يصير مندي الا ويسعى. المطاعم تراث المندي اليمني. حبوب. اهلا وسهلا. زيت وسمسم. لا بالخبز اليمني. اتحدى اي شخص في الدنيا. دير بالك على روحك، مو تروح زايد. لا فيك وين؟ سكر. عمي عليك. هسه خوفتونا حتى احنا راح نتخبل. خذ نص الاشياء ابو مشعل. ابشر يا هلا. عيد عندي لك سؤال. جواب حبيبي. بالسمك نصيد لقمة الصياد، وين لقمة الصياد؟ دليني بيه. الحلقوم هذا وياه زند، انا زبد هذا. شوف لي هذا دهن حري. تراث المندي واحد كربلاء صار. شنو احب انوه على شغله، انا مسؤول عن الاطعام وكل الافرع. تجربتنا داخل تراث المندي بكربلاء كانت مختلفة، والطعم كلش طيب. راح تجربون مندي مختلف من نكهة ومن تمن ومن لحم ومن استواء ومن كل النواحي. لا تنسون تعيشون تجربة المندي اليمني من تراث اليمن بحي الحسين يم المجسر أو قرب العفاف.